راح ضحيتها عشرات القضاة الشرفاء، مضيفا أن الزند ستلاحقه لعنات المظلومين في طول البلاد وعرضها بسبب الخراب الذي جره على مصر والمصريين. سائلا الزند للمستشار أحمد سليمان: هل حال سيدك الذي انبطحت تحت قدميه تسبح بحمده صباحا ومساء نفعك اليوم؟ جعل الله نهايتك السوداء على يديه، وما زادك الانبطاح إلا ذلا وخسرانا وخزيا مبين. سبحان الله. اولا لسه اهدى على التصريح بتاع الزندي ده سنه كده عشان نعمل تقديمه للناس، ما نصدمهمش برضو، دول مواطنين، ما ينفعش مع المواطنين نتعامل بقسوه. شوف حضرتك، هو اللي بيصاب بحدث جلل في حياته، يعني مهما كانت درجه او ضعف او قوه ايمانه بيلجأ لله عز وجل، ثم يروح يزور، يعمل عمره، يروح الحرمين، يطلع مكة، يطلع المدينة. اهو ناس كتير ولا نزكي الله احدا، وربك هو اللي يقبل التوبة، هو اللي بيقبل كل حاجة، مفيش علاقة بين العبد وربه دي اي حاجة. والحقيقة الحرمين بتفتح ابوابها للجميع وما بيردوش طالب او سائل. كل الناس المخلصين لهذا الوطن لما اول ما يتقلشوا من الوطن او الوطن يصعب لهم خده، يعمل كده مش يتضايق منهم الوطن، يجروا على الامارات. كل المخلصين اللي قاموا، اللي حطوا ايديهم في ايدين السفاح في لحظه تاريخيه فارقه لانقاذ هذه البلاد من العصابه اللي كانت بتحكمها، اللي هم الاخوان الاشرار. في اخوان اشرار كانوا بيحكموا هذه البلاد. تمام، ما حدش قال حاجه. الشله اللي حطت ايديها وقرت الفاتحه معلش عدي لي، قرت الفاتحه دي من حق ان انا برضو يعني قرت الفاتحه مع بعض عشان تنقذ هذه البلاد، وحطت روحها كفها او روحها على ايديها، ضحت بحياتها عشان البلد. الشله دي كلها، شفيق طبعا فاكرين شفيق قال ايه؟ قال يا جماعه ده انا مخطط ودافع وعامل وقصه، يبقى ده ما حدش يدعوني يوم 3/7 بدري كده. وزير الداخليه السابق في الامارات بصحبه عائلته، الراجل اللي اقتحم وقتل وشفى، اقتحم وقتل وشفى وحرق وسجن واعتقل واغتصب. الراجل يعني اللي عمل كل كتاب الحقاره، اللي خلصه كل الوسخات، كل البذاءات في تاريخ هذه البلاد، اللي تضاءل جنبه حبيب العدلي. شوف بقى حبيب العدلي بسرقاته، بصولجانه، بايامه، بسجونه، بمعتقلاته، تضاءل جنب هذا الرجل، هذه النسمه العابره. ما ترجعليش لما تقول لي تضاءل جنب هذا الرجل. كل ده تضاءل جنب محمد ابراهيم. ومع ذلك محمد ابراهيم لما النظام سعر خد دوله طلع الامارات، يجري على الامارات. خلي بالك الامارات دي ايجاره مش ايجار، يجير المستجير، ودول من المستجيرين، وهم كان من المستجيرين من الرمضاء بالنار، ولكن دي قصه ثانيه قاعدين نبقى نحكيها، محتاجه لها قاعده على رواق. المهم شفيق بعد ما يخدم الوطن كل هذه الخدمات يطلع على العمره على الامارات. محمد ابراهيم يطلع العمره على الامارات. الزند يطلع العمره على الامارات ويقول لو عايزين تقتلوني ولا تعملوا فيا حاجه او تحبسوني انا فدا الوطن. قلت يحبسوك؟ هو الوطن ده تاني باكد لحضراتكم امبارح في رسالتي الثانيه للزند تاني يوم على التوالي. هو الوطن ده بيقتل ولا بيحبس حد يا زند؟ يا وزير العدل، فالوطن ده بيظلم حد؟ هو انت عملت حاجه غلط؟ الزند يقول لك لا والله ما عملت حاجه غلط. تمام يا معلم، الوطن ده عادل يا وزير العدل، الوطن ده ما بيجيش على حد، الوطن ده ما يظلمش حد ولا بيقتل حد ولا يحبس حد ولا يعتقل حد ولا حد يخاف فيه. زي ما كنت بتقول، وريني كده الزند كان بيقول ايه للناس. الزند كده كان اداؤه ايه مع الناس، بيتكلم على مواضيع ايه للناس اللي بتخرج. الزند يطالب السيسي باسقاط الجنسيه عن الارهابيين الهاربين بقطر وتركيا. بالنسبه للهاربين للامارات حضرتك
بالنسبة للإمارات، الهاربين للإمارات دول أخبارهم إيه؟ ولا هي الإمارات أرضها طاهرة وأرض قطر منجسة هي وتركيا؟ بالنسبة للهروب للإمارات أخباره إيه معاليك يا وزير العدل؟ الإمارات أخبارها إيه؟ طاهرة الإمارات، وأنت كلنا عارفين الطهارة الحمد لله. خلينا مش دي قصتنا، مش دي قصة الطهارة. طهرة الإمارات، طهرة. سبحان ربك، واللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة يا وزير العدل اللي قال لك الهاربين. بالنسبة نعمل ايه في الهاربين العمرات الطويلة دي؟ نعمل فيها ايه؟ نعمل فيها ايه يا زند؟ ايه حلها العمرة الطويلة دي؟ نسوي فيها ايه؟ الهاربين هناك خلي بالك الأباطرة، انا بكلمك على العناصر الرئيسة اللي هم يعني احنا اذا كنا بنتكلم على عدد لا يزيد على عدد صوابع الايدين، فبالتأكيد الثلاث اسامي دي من هذه الصوابع. يتحط جنبيهم مين؟ ساويرس، يتحط جنبيهم توادرس، يتحط جنبيهم الطيب، جمعة، يعني هي دي الاسامي. الضليع اللي قرت الفاتحة مع بعض في لحظة فارقة في تاريخ هذه الأمة عشان الأمة توصل للحضيض المستنقع. اللي قعدت أكلمك على المستنقع، عن المستنقع طالع من النيل. كان في لقطات لو تعرفوا تجيبوها برضو اليوم السابع، جاب الكساحات دي وهي بتشيل الطينة من النيل، أو الأوناشة العملاقة والكراكات. كان في لقطات كده قعدنا نتكلم مستنقع قام طلع لنا أب بقى بما اننا مش شايفينه، قال لك اهو انتوا مش راضيين تحسوا انكم بتغرقوا، اهو المستنقع اهو. كما تقدم المستشار عادل كامل عادل سعودي الجنسية ببلاغ إلى هيئة الادعاء والتحقيق العام بمحافظة الطائف يطالب فيه السلطات السعودية بتحريك دعوى حسبة ضد أحمد الزند وزير العدل المقال بعد تصريحاته بخصوص حبس الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في البلاغ أن المشكو في حقه أحمد علي إبراهيم الزند مصري الجنسية يعمل حاليا موظف عام بجمهورية مصر العربية ومحل تبليغ بمنصة مصر العربية بجدة، شارع محمد إقبال حي الروضة رقم 9136. قد أهان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال وجوده في أحد البرامج التلفزيونية. وطالب البلاغ السلطات السعودية بوضع الزند على قوائم الترقب للوصول إلى البلاد في أي وقت، والقبض عليه فور الوصول إلى أراضي السعودية وتقديمه للمحاكمة حسب نصوص الشريعة الإسلامية. سبحان الله، سبحان الله. ماله؟ رجيني امبارح عرضنا لحضراتكم الوثيقة اللي هي بيوقع عليها لو وصلت ل 10,000 في انجلترا، وعملنا مداخلة بخصوصها حقيقة مع واحد من الناشطين حقيقة، واللي اكتفينا باسمه الأول في الدكتور محمد بالأمس، اللي هي بتطالب بالحكومة البريطانية بالتحقيق في مقتل جوليو ريجيني اللي النهارده السيسي بيقول لهم ده بني آدم واحد. ده الموقع ودي الوثيقة واللي وصل الموقعين عليها لحد دلوقتي 7871 من 24 ساعة. لو وصلت الرقم زي ما قلنا حضراتكم بالامس ل 10,000 لازم الحكومه البريطانيه تحقق في الموضوع. برضو ما كتبتوش اللينك بتاعها، يعني موجود معاكم، مهم جدا اللينك عشان الناس توصل تعرف الوثيقه اللي اتعمل. النهارده استشهد الضابط شريف محمد عمر نجم الاتحاد السابق محمد عمر في عمليه ارهابيه اثناء تاديه عمله في رفح. يذكر ان الشهيد نجل شقيقة شوقي غريب المدير الفني للإنتاج الحربي. شوقي غريب قال انه تم ابلاغه بانه سيتم تشييع جثمان الرائد الشهيد شريف محمد عمر ابن شقيقته ونجل محمد عمر المدير الفني السابق في جنازة عسكرية، وان الجنازة ستشيع غدا الخميس من محافظة اسكندرية، على ان يقدم واجب العزاء ايضا بمسقط رأسه بالاسكندرية. وكشف المدير الفني الإنتاج الحربي عن بعض تفاصيل الحادث والذي تعرض له ابن الشقيق